بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وذكر الله ذكرا كثيرا، وصلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل حاجة حلوة. قاعدين بقى سهرانين وسهرانين بالليل، عايزين حاجة حلوة. طبعا هعمل لكم ايه حلو دلوقتي الساعة 1 بالليل. لقيت أقرب حاجة على إيدي وأسهل حاجة وأسرع حاجة رز بلبن. رحت قمت جبت حبة لبن، حبة رز عفوا. غسلتهم ونقعتهم في المية بتاع ربع ساعة، وحطيت لهم حبة مية في الحلة يسخنوا. لما سخنت سيب الحلة تسخن، بعد كده ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. يا ريت حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. يا رب يا حبايب قلبي الفيديوهات اللي انا بعملها تنال اعجابكم، والبنوتات الامورات الصغنونات دول كده يحاولوا يستفيدوا منها قدر المستطاع، واحنا بنشجع بعضينا، واحنا بنتعلم من بعضينا، وبنسلي بعضينا كده. ربنا يا حبايب قلبي ما يحرمنيش منكم. ياريت ما تنسونيش في كومنت حلو كده من ايديكم. ياريت ما تنسوش اللايك. مفيش لايكات خالص يا بنات لي على الفيديوهات، مع اني بشوف عليها مشاهدات، بس مفيش لايكات خالص. كذا مرة اقول لكم لايك ببلاش يا حبايب قلبي، ما بتتعبيش فيه، يا دوب بتدوسي على كلمة لايك وخلاص. ولا انت مستخسرة فيا اللايك ولا ايه بالظبط؟ لو انت مستخسرة فيا اللايك وانا مستاهلش من ايديكي لايك، قوليلي الفيديوهات بتاعتك ما تستاهلش يتعمل لها لايك. لكن يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك يا ريت تعملوا لي كومنت حلو كده. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. خلاص المية يا حبايب قلبي غلت. هنحط الرز. وميزة الرز بلبن يا حبايب قلبي لازم تبقى ايدك فيه على طول، علشان ايه؟ ما يلزقش في قعر الحلة. لازم تبقى ايدك فيه على طول، يعني ايه كل شوية تقلبيه فيه كده، لانك لو سبتيه وخصوصا في الحلة زي الحلة اللي انا بعمل فيها دي الصاج، لانها ما بتستحملش الاكل اي حاجة ايه بتلزق فيها. هنعمل الرز بقى وهنصبه لهم سخن بقى، ياكلوا سخن ياكلوا بارد هم احرار. المهم نعمل لهم حبة الرز، وبعد كده ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. المهم حبايب قلبي الشتاء تبقي قاعدة بقى كده متكلفتة بالبطانية أو بالدفاية وسعانة، وعندك مواعين وعندك الدنيا كركبة صعب كده تقعدي طبعا كده وانت مبسوطة، تبقي قاعدة ودماغك فين؟ دماغك في المطبخ. لأن هي كده يا حبايب قلبي كل ست كده تبقى قاعدة ودماغها في المطبخ، ودماغها في العيال، ودماغها في ايه اللي مطلوب منها. لما تقومي بقى وتشيلي البطانية كده من على رجليكي أو الدفاية وتخشي المطبخ، هي لسعة المية الأولانية، بعد كده خلاص كل حاجة راحت لحالها. هتبصي تلاقي نفسك سطبتي المواعين وروقتي وكمان تشيلي الفرشة ممكن وتطوقي وتمسحي وتظبطي الدنيا كلها عندك. وتخشي لما تخشي المطبخ كده تلاقيه نضيف، تلاقي الحوض كده فاضي. أحلى لحظة في حياتك، أحلى لحظة كده لما تخشي تلاقي الحوض فاضي كده مفيهوش مواعين، وخصوصا بعد ما تغسليه تلاقي المطبخ هادي. رواق الشقة تلاقي الشقة هادية، مفيش بقى لا فوطة مرمية هنا ولا بنطلون مرمي هنا ولا تلفحة مرمية هنا. وده يبقى امتى بقى؟ ده يبقى بعد ما يناموا، تضمني ان الشقة تفضل نضيفة لحد الصبح بس.
وبعد كده بقى يرجع، مادام صحيوا بقى ترجع الكركبة ويرجع القلق. وحياتكوا يا حبايب قلبي، والكبير بيكركب وبيرمي أكتر من الصغير. أمال الصغير بتعرفي تقدري تزعقيله وتقدري تتحكمي فيه، إنما الكبير هتزعقيله ازاي؟ لما تقولي للراجل ما ترميش الحاجة دي هنا، انت ليه بترمي التلفيحة بتاعتك؟ ليه بتعمل كده؟ يقولي امال انا جايبك انت ليه؟ مش جايبك عشان تشيلي؟ ربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم ويصلح حالنا وحالهم يا رب. لو وصلت لحد هنا حبيبة قلبي معايا في الفيديو، اللايك ثم اللايك ثم اللايك، آه شير. يعني ما اشتركش في القناة يا حبايب قلبي، ياريت تشترك، تشرفيني وتنوريني وتبقى واحدة من اخواتي اللي انا بحبهم، واحدة من حبايب قلبي. نكبر واحدة واحدة كده، ونكبر شوية بشوية لحد ما نبقى ايه، عيلة كبيرة كده وأسرة كبيرة على اليوتيوب. نتفاعل مع بعض بالكومنتات، نتفاعل مع بعض، كلموني واكلمكم من خلال الكومنت، لان بجد والله يا بنات احلى حاجة في الدنيا الحب. رز ابو لبن يا حبايب قلبي، في ناس بتحط له نشا، بس انا ما كانش عندي نشا، بس هو الحمد لله بفضل ربنا طلع قوامه بسم الله ما شاء الله، طلعوا حلوين قوي. تحط له فانيليا لو عايزة، بس ما كانش عندي فانيليا برضو. وبنص كيلو رز، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، رضينا العيال، العيال بتطلب وبناكل في جنابهم. عملنا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كمية رز حلوة اهي. عملنا بتاع 4 طبق كبار، والطبق الصغننة الازاز دي عملنا الست الصغيرين منهم، وعملنا كام طبق تاني صغير استانلس اهو. وهيفضلوا بقى لما تكون حاجة زي كده بيفضلوا رايحين جايين عليها، ويفضلوا ياكلوا فيها. وحسن الختام، سلام.